اهلا بيكم. اتمنى تكونوا بخير وعلى خير دايما. النهارده عندنا بقى الكيك اللي بالبرتقال بطريقه سهله جدا وطعم رائع. هتطلع معانا طريه وهشه ومرتفعه ومكونات بسيطه جدا وسهله ومش هتاخد عندنا من ايدينا اي وقت نهائي. نبتدي بقى مع بعض الوصفه. نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونترحم على جميع امواتنا ويخلي لنا كل عزيز علينا يا رب. بعتذر على صوتي، تعبانة شوية. وإن شاء الله الفيديو يعجبكم، وأتمنى لو أول مرة تشوفوني تعملوا لي اشتراك للقناة بتاعتي وتدوسوا لايك عشان يجيلكم كل فيديوهات جديدة. نبتدي بقى مع بعض الوصفة. عندنا 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، بتكوني مطلعاها من التلاجة مش أقل من ساعتين برا التلاجة. باخد عندي 3 بيضات، بحطهم في الطبق عندي وبنزل عليهم بمعلقة صغيرة من الفانيليا، وعليهم تقريبا من كاسة ونص لكاستين إلا ربع سكر. طبعا انتي محتاجة الكيك يكون سكره كبير يعني كتير شوية او سكره متوسط. لو انتي عايزاها سكرها متوسط هنكتفي جدا بكوباية ونص من السكر. لو عايزاها طعمها مسكر احسن شوية بتزودي شوية، يعني تقريبا بتبقى كوبايتين الا ربع. انا هنا حطيت ال3 بيضات، بحط عليهم معلقة من الفانيليا وهنزل عليهم بعد ما اضربهم شوية كده، هنزل عليهم بالسكر. هنزل بقى عليهم اول كوباية من السكر، بأي كوباية معيارية. أي كوباية عندك، بس أي كوباية انت هتشتغلي بيها هتكون نفس الكوباية اللي هنعير بيها كل المقادير بتاعة الكيك. أنا هنا حطيت تقريبا قرب الكوبايتين إلا شوية من السكر. بقلب كويس كل البيض مع السكر كويس. أهم حاجة وأهم في الكيك علشان ما تشتكيش منه وتقولي هو ما ارتفعش كله ارتفاع واحد او طلعت مش مظبوطة، اهم حاجة السكر يدوب. اهم نقطة ان السكر في الخليط بتاعك يكون دايب. يعني لو ما دابش في البيض، احنا لسه هنحط زيت وهنحط حليب. نتأكد لحد مرحلة بتاعة الحليب، نتأكد كويس جدا ان السكر واحنا بنقلب عندنا بالمضرب بتاعنا نحس ان مفيش تكتلات السكر بتاعنا. هنزل عليهم بقى بنص كاسة من الزيت واقلب. وعندي كاسة كمان من الحليب هزودها. برضو الحليب بكون مخرجاه من التلاجة قبلها بشوية، ما بيكونش بارد. عندي هنا انا قبل ما نزلت الحليب عندي برتقانتين. انا ما بستخدمش عصير البرتقال، انا عندي لو برتقانه باخدها كده بالمبشره وببشر كده بشره خفيفه جدا. عايزين ننزل بس القشره الاولانيه او الطبقه القليله الاولانيه من البرتقال، ما نزلش قوي لحد الطبقه البيضه. لا، الطبقه البيضه مش هي دي اللي احنا عايزينها، احنا عايزين الطبقه اللي فوق. ببشرها كده بشره خفيفه حتى بالجزء الرفيع بتاعي، باخدها زي ما انت شايفه كده ابشرها بشره وايه وزي ايه اقلبها كده بايدي، واخد الاجزاء التانية اللي ما اتبشرتش. انا خدت قد ايه تقريبا بشر برتقانتين. باخد بشر برتقان، الريحة والطعم بيبقى قوي جدا لان احنا عارفين ان القشرة هي اللي مليانة الزيوت والطعم كله بتاع البرتقان. عايزة تزودي بدل كاسة الحليب كاسة برتقان، عصير برتقان تقدري برضو تحطي عادي جدا، بس بالحليب والقشر بس بتاع البرتقان يعني كافي جدا. يعني والحلو كمان لما يكون عندك برتقان، يعني قبل ممكن لما تاكليه او بعد ما تاكليه عادي جدا ممكن تبشري
البشر بتاعها بتاع القشر، وتحفظيه عندك في الفريزر، في بطرمان، في كيس اللي هو بتاع التلاجة، وتسيبيه بالفريزر. اي وقت بقى تحبي تطلعي، في الصيف، في الشتاء، تطلعي وتعملي الكيك، تعملي بسكوتات، اي حاجة. مفيش احلى ولا اطعم من طعم القشرة، بالذات في الحلويات، يعني بتدي طعم قوي جدا. عندي بقى انا بشرت البرتقانتين بتوعي بشر رفيع جدا، هاخدها واحطها عندي على الخليط. بقلبهم بقى عندي كويس، يعني الريحة على طول ما اقولكوش طلعت على طول. هيكون كده عندي ضايل الكاسة بتاعة الحليب، بنزل عليه بكاسة من الحليب بدرجة حرارة الغرفة. واقلب. اهم نقطة عندي انتبه عليها كويس جدا، هو ان انا اخلي برضو، هفضل اقولها، السكر يبقى دايب في الخليط السائل بتاعي. نقطة مهمة جدا، لان هو ده اللي بينجح الكيك. هتخلطي كله على بعضه على السريع ويبقى فيه لسه السكر محبب او عامل التخريزات بتاعته، مش هتطلع بالنتيجة اللي انتي يعني متوقعاها. دلوقتي هيضل عندي بقى الدقيق. بيكون عندي بقى تقريبا المعيار ده بياخد حوالي كوبايتين ونص من الدقيق، وباكيت من البيكنج باودر، وطبعا يكونوا منخولين. انا حطيت المنخول بتاعي، هنزل عليهم بكوباية، بأول كوباية من الدقيق، وكوباية كمان ونص، وبحط عليهم باكيت من البيكنج باودر، وطرف معلقة بس من الملح، وبنخلهم كويس عندي. اول ما ابتدي في الكيك لازم اكون مولعه الفرن وسايباه يحمى كويس، عشان اول ما ادخل الكيك الفرن بيكون حامي ويرتفع معايا على طول. انا حطيت هنا الباكيت بتاع البيكنج باودر، واقلب بقى كل المكونات دي كلها مع بعضها، وهنزلها عندي على الخليط السائل. اهم حاجه اقلب كويس جدا الدقيق، اتاكد ان حسيت ان انا وزعت البيكنج باودر كله في قلب الدقيق توزيعه، يعني الى حد ما اختلط كويس مع الدقيق. وبعد كده كمان هدخله على مرحله النخل كمان، ابقى اتاكدت كويس جدا ان كل حاجه اختلطت مع بعضها. بعد بقى اما نخلت الدقيق عندي، اخد بقى الخليط السائل بتاعي وانزل عليه بكمية الدقيق على مرحلتين، مش مع المرحلة واحدة. انزل اول حاجة تقريبا بالتقريب كده حوالي نص الكمية، واقلب كويس، وبعد ما تختفي معايا جزء الدقيق ده، بنزل عليه بالجزء التاني. اتأكدت دلوقتي ان هو اختفى معايا، بنزل بقى بكمية الدقيق التانية،
وبخلط بقى كل المكونات دي كلها مع بعضها. بعد بقى ما بيختفي الدقيق معايا بتضل اخر مرحلة، ودي اهم مرحلة، وبتخلي الكيك طري جدا وبيطلع كده كأنه يعني طراوة فيه غير عادية، وهي تقريبا حوالي فنجان صغير جدا من المية الدافية. باخد فنجان القهوة بتاعنا العادي، بعيره كده حوالي ميه، وباخده بحطه على النار لحد ما يغلي معايا او يسخن جدا، واخده واحطه على الكيك. مش كله تقريبا، يعني قد نص الفنجان كده. هوريكوا قد ايه. انا دلوقتي قلبت كل المكونات على بعضها. هاخد بقى يعني ايه شويه الميه الصغيرين دول بتوع الميه السخنه، هم دول بيفرقوا جدا في الطعم والطراوه بتاعه الكيك. بس كده خلاص، انا مش عايزه اكتر من كده. بقلب بقى كويس. شايفين قوامها كده تمام جدا، لا خفيفة ولا تقيلة. عندي بقى في صينية بكون دهناها زيت، يعني تقريبا انا اخترت اصغر صينية عندي. اديت شوية زيت فيهم في الصينية، وهاخدها ادهنها عندي بقى من الاطراف، من تحت، من كل اتجاه، عشان اتاكد ان هي مش هتلزق معايا نهائي. وانزل بقى بعدها بخليط الكيك معايا. انزل بقى كل المقدار اللي عندي كله. اكون حامية بقى الفرن، محمياه قبلها تقريبا بربع ساعة او تلت ساعة بالكتير. وبدخل عندي بقى الصينية الفرن، وبسيبها اول حوالي 10 دقايق في نار عالية جدا. وبعد كده بوطي النار على المتوسط، واسيبها لحد ما تطلع ريحتها وتاخد لون وترتفع مظبوط. بطل بطلعها عندي من الفرن، وبتكون عندي جاهزة. يعني مش عايزة اقول لكم الريحة والطعم والهشاشة والطراوة مفيش اجمل من كده. اتمنى بجد تجربوا الوصفة وتعملوها وتعجبكم، وتعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة بتاعتي، واشوفكم في فيديوهات جديدة، واشوفكم على خير. سلام عليكم.